بيبدأ الفيلم في سجن في كوريا الشمالية. عميلة CIA اسمها ايفلين سالت بيتم تعذيبها عشان تعترف ان هي جاسوسة، ومحدش مصدقها لما بتقول انها هنا عشان تشتغل. بعدها بيجي زميلها اللي اسمه تيد علشان ينقذها من خلال الموافقة على تبادل الأسرى. سالت طبعا مش مصدقة ان هما طلعوها من السجن ده، علشان هي عارفة ان في قواعد في المخابرات ان لو جاسوس اتمسك محدش هيدور عليه. وهنا تيد يوافق على كلامها ويعرفها ان مايك صاحبها هو السبب ان هي تخرج من هنا، انه لما عرف ان هي اختفت قدم بقى التماس لمجلس الشيوخ ووزارة الخارجية وقلب الدنيا. وفعلا CIA استسلمت للموضوع وعملوا اتفاقية تبادل الأسرى. وبيمر الوقت وبعدها بسنتين بتتجوز سالت من مايك، وبيعيشوا مع بعض ومعاهم كلب وعناكب مايك، لأن مايك عالم متخصص في علم العناكب. سالت رجعت تشتغل في CIA، بس طبعا بعد اللي حصل قعدت على مكتب بتخلص أعمال ورقية والكلام ده، طبعا هي مش هتخرج تاني برا المكتب ده. وفي يوم بيجي زميلها بادي ويطلب منها إنها تساعده في استجواب روسي منشق عن النظام اسمه أورلوف، لأنها بتتكلم روسي كويس. سالت بتخش الأوضة عشان تحقق معاه، وأورلوف بيبص على ختمها ويقول لها أكيد الجواز ده مش حلو لشغلها. سالت تبصله باستغراب وهو بيحكي إن هو مصاب بالسرطان، وإنه كان شغال في جهاز الأمن الفيدرالي للاتحاد الروسي، وإن في سنة 1975 مواطن روسي بيتوصل لخطة لتدمير أمريكا، وبيبدأ بسرقة أطفال وتدريبهم علشان يبقوا أفضل الجواسيس في العالم، وبيعلمهم كل حاجة في المجال. ولما العيال دي كبرت بعتهم لأمريكا علشان يفضلوا جواسيس بس نايمين مستنيين يجي وقت الهجوم اللي يبدأ يتحركوا فيه عشان ينفذوا خطة الهجوم. وبيقولوا إن الوقت ده قرب، وإن هيكون في جنازة نائب الرئيس الأمريكي، وهنا هيتم اغتيال الرئيس الروسي عن طريق عميل اسمه KA-12 او KA-12. عملاء CIA بيقطعوا الاستجواب لانهم بيفكروا ان هو بيقول اي كلام. يقوم اورلوف يقول لها ان العميل ده اسمه ايفلين سالت. سالت بتخرج وتطلب من تيد ان هي تتصل بجوزها علشان تعليق اللي قاله اورلوف عن الخاتم بتاعها، وبتتصل فعلا بمايك بس ما بيردش. وهنا بياخدوها على اوضه لغايه ما يحققوا في الموضوع. اتنين من عملاء CIA بياخدوا اورلوف علشان يتم نقله لمكان سري، لكن طبعا بيفاجئهم وبيطلع سكينة من جزمته، هوب ضربة من هنا على ضربة من هنا بيقتلهم ويهرب من المكان. سالت هنا بعد اللي حصل وان جوزها ما بيردش عليها بتحاول تخرج من المكان، بيقفلوا عليها كل المخارج، وتدي بيكلمها يقول لها ان هي لو هربت كده هتظهر ان هي مذنبة فعلا، وبترد عليه تقول ان هي مش مهتمة باي حاجة غير ان هي تلاقي جوزها مايك دلوقتي. بتدخل اوضة النظافة والكلام ده، وبتاخد ادوات كده تخلطها مع بعض وتعمل قنبلة. مش عارف عملتها في السرعة دي ازاي بس ماشي. ولما يجوا عشان يقبضوا عليها بتفجر قنبلة وتاخد مسدس وتكسر الشباك وتهرب منه. وبعد شوية جري بتاخد تاكسي وتتصل بمايك مرة تانية بس ما بيردش برضه، وبتقوم مكسرة شريحة التليفون علشان محدش يعرف مكانها. لما بترجع سلطة شقتها ما بتلاقيش مايك، وبتلم شنطتها وتاخد مسدس وعنكبوت وتخرج من الشباك مع كلبها. وفي نفس الوقت بتوصل قوات CIA طبعا متأخرة للشقة، وبعدها بتمشي من المبنى وهي لابسة ايس كاب عشان محدش يعرفها يعني متخفية، لكن تيد بيعرفها على طول وبيبدأوا مطاردة في الشارع، وفي النهاية حصروها على الطريق السريع. بتحاول سلطة تشرح لهم ان هي بريئة وفي حد بيعمل لها فخ عشان يداروا على مين العميل الحقيقي، بس طبعا محدش بيصدقها خصوصا ان هي بتهرب. هوب بتنط من على الجسر وتنزل على العربية وتهرب، وتفضل تتنطط على العربيات وتنزل تاخد موتوسيكل وتخلع وسط الزحمة. في الوقت ده بتوصل رسالة لعميل بادي ان سالت ابوها وامها ماتوا لما كانت صغيرة وبعتوها لروسيا، وده بيتطابق مع قصة اورلوف. بعد شوية سالت بتدخل حمام وتغير هدومها وتحاول تغير من شكلها وتركب اتوبيس، ولما توصل نيويورك تقعد في فندق تحت اسم مزيف. وهنا تظهر المفاجأة ان هي عميلة روسية فعلا، وتطلع الأسلحة وتاخد عنكبوت تسحب منه السم وتسمم الرصاصة، وتطلع خرايط أنفاق المترو علشان تخطط لعملية الاغتيال اللي هتتم. وهي طبعا بتصبغ شعرها بقى والكلام ده، تفتكر اليوم اللي هي اتقابلت فيه في CIA وازاي ان هي قدرت تخدع الكل. بياخدنا الفيلم بعدها لجنازة نائب الرئيس. الشوارع طبعا كلها زحمة، وتيد وزمايله بيراقبوا الدنيا، وعلى الناحية التانية سالت راكبة المترو، والمحطة اللي عاوزة تنزل فيها مقفولة عشان الجنازة، فبتعمل حركة إنها بترمي قنبلة دخان، فالمترو بيقف وتنط من المترو وتطلع خريطة الأنفاق عشان توصل لأقرب طريق للجنازة، وكام حتة أكشن كده مع الحراس عشان توصل للأوضة اللي تحت الكنيسة اللي الرئيس الروسي بيقول فيها خطابه. بادي وتيد بيوصل لهم إن الحراس اتضربوا وفي حد دخل من الأنفاق، فبيروحوا عشان يحققوا إيه اللي حاصل. بس سالت هنا كان سابقاهم بكتير وحطت قنبلة في سقف الأوضة اللي مكانها تحت مكان الرئيس الروسي وهو بيقول خطابه بالظبط. ولما القنبلة بتنفجر الرئيس الروسي بينزل وبيقع في الأوضة اللي سالت فيها، وهنا ما تضيعش وقت وتضربه الرصاصة المسمومة. بادي بيوصل وبيلاقي سالت فعلا وبيتفاجئ باللي حاصل، وهي بترمي مسدسها وبيقبضوا عليها.
وهي خارجة تيد مش مصدق اللي حاصل وبيزعق عليها ومش مصدق إن هي جاسوسة روسية فعلا. في التلفزيون الرئيس الروسي بيتم إعلان وفاته وهو في طريقه للمستشفى. نرجع لسالت اللي بتعمل فلاش باك وبتفتكر أيام طفولتها في مكان التدريب في روسيا وإزاي عملوا لها عملية تجميل عشان تغير ملامحها. تفتكر الطفل اللي كان في السرير اللي جنبها وهو بيكلمها. وبعدها بتوصل عربية الشرطة اللي فيها سالت، وهنا بتعمل حتة أكشن وبتحاول تهرب وتخبط في الضباط اللي معاها والعربيات تدخل في بعضها، وكالعادة بتهرب سالت. وبعدها بتركب مركبة وبتفتكر اليوم اللي رجعت فيه أمريكا وهتاخدها عيلة جديدة لغاية ما يوصل لها أوامر بالهجوم. ولما بتوصل للمينا بتشوف في الأخبار إن في مظاهرات ضد أمريكا في كل أنحاء روسيا بسبب اغتيال الرئيس الروسي في أمريكا. بتوصل لمكان متفق عليه وبتقابل أورلوف اللي دايما بيوصفها إن هي إبداعه المثالي عشان هو اللي كان بيدربها وهي صغيرة. أورلوف بياخدها وبيعرفها إن جوزها محتجز كرهينة وبيبدأ يغرقه ويشوف رد فعلها، وهي طبعا متحركتش. وهنا بيعرفوا إن هي معاهم بجد وممكن يثقوا فيها، والكل بيرحب بيها وتتعرف عليهم وتفتكرهم من وشوشهم إن هم كلهم كانوا الأطفال اللي معاها في روسيا. بعدها أورلوف بياخدها ويعرفها الخطوة التانية وهي السيطرة على الأسلحة النووية، ويقول لها إن هي هتقابل عميل لابس لبس حلف الناتو على طيارة وهيديلها تعليمات النهائية. كده سالت عرفت كل المعلومات المطلوبة، وفي تحول مفاجئ للأحداث بتاخد إزازة وتقتل أورلوف وتاخد شوية قنابل علشان تقتل كل اللي موجود في المكان، وتروح تدور على مايك تلاقيه مات وطبعا بتزعل عليه جدا. بعدها بشوية بتمشي سالت وبتروح علشان تقابل العميل اللي هيديلها تعليمات وتكتشف ان هو شنايدر، الولد الصغير اللي كان جنبها في السرير اللي شفناه في الفلاش باك من شوية. كبر وبقى صاحب مركز كبير في الجيش وبيعرفها الخطة اللي فيها هيستولوا على الأسلحة النووية الأمريكية وإنه هيدخلها البيت الأبيض عشان يقتلوا رئيس أمريكا، وبيعرفها إن في عملاء تانيين موجودين فعلا هناك. وبعد ساعات بيوصلوا لواشنطن وبتتنكر في شكل ضابط وبيدخلوا البيت الأبيض، وهناك بيشوفوا عملاء CIA اللي منهم تيد مع رئيس أمريكا. شنايدر يقول لها إن هنا هنبدأ المهمة وبيزقها ويضرب النار على الكل. هنا تيد واللي معاه بياخدوا الرئيس علشان يحموه قبل ما شنايدر يفجر قنبلة. هنا بتستغل الموقف وتاخد مفتاح بعد ما شافت الحراس بياخدوا الرئيس للمخبأ، وبتنزل على مكان الأسانسير وبسرعة بتحاول تخش قبل ما يقفلوا الباب، وطبعا بتضرب أي حد بيقف في طريقها. الرئيس الأمريكي طبعا قاعد في المخبأ بيوصله اتصال إن الروس بيجهزوا صواريخهم النووية. في نفس الوقت سالت بتقرب من المخبأ، الرئيس بيكلم قادة الجيش عشان الرمز السري للأسلحة النووية. وهنا بيحصل تحول تاني وتيد يظهر على حقيقته وبياخد المسدس من الحراس ويقتل كل اللي في المخبأ إلا الرئيس طبعا. هنا تيد بيطلب من الرئيس إنه يتعاون معاه وينفذ اللي هو هيطلبه، ولما رفض تيد بيقتله. وهنا سالت تدخل وتيد قافل على نفسه المخبأ وبيتكلموا عن طريق أجهزة الاتصال الداخلية. وهنا سالت بتسأله هو ليه خبى عليها إن هو جاسوس هو كمان. بيرد عليها وبيقولها إن هي معرفتوش لأنه كان في فصل تدريب قبلها وكان لازم يخبي عليها عشان المهمة تمشي بنجاح. في الوقت ده فريق أمن جديد بيحاول يدخل عشان ينقذ الدنيا. سالت بتحاول تشوف تيد بيعمل إيه، تاخد بالها إنه هيضرب أسلحة على الشرق الأوسط، فبتحاول تقوله إن هي عاوزة تساعده وإن هي هتكون معاه. وخلاص تبدأ هيفتح لها الباب يشوف حاجة مفاجأة على الأخبار إن الرئيس الروسي عايش وزي الفل وكان في حالة شلل مؤقت من سم العنكبوت اللي سالت سممت بيه الرصاصة. وهنا تبدأ يعرف إن سالت بعت القضية وبقت سالت ملط، وبياخد إيد الرئيس اللي مات عشان يفعل ضرب الصواريخ. سالت هنا بتعمل حركة ذكية وبتضرب على الجدار عشان توصل للنظام اللي مخلي الأبواب مقفولة، وفعلا بتدمره والباب يتفتح وتبدأ تتخانق مع تيد وضرب من هنا على بوكسين من هنا. سالت بتوقف الصواريخ وتدخل الفرقة ويضربوها من النار، بس طبعا مش هتموت عشان لابسة واقي ضد الرصاص. وتيد عمل نفسه بريء وإن سالت هي اللي عملت كل القلق ده، وهم واخدينها بالسلاسل والكلبشات. وهي بتعدي جنب تيد بتشوفه بيطلع مقص من الدكتور اللي بيعالجه عشان يقتلها، فبتعمل حركة وتقتله بسلسلة الكلبش. وبعد شوية بيبادي بياخد سالت في طيارة ويقول لها تحكي له اللي حصل بالظبط بعد ما عرف اللي حصل لأورلوف والرجالة، فبتحكي له كل حاجة وهو طبعا مش مصدقها. فبتقوله ان هي كان ممكن تقتله هو والرئيس الروسي في الكنيسة، لكن هي كل اللي عاوزاه ان هي تقضي على كل الجواسيس الروس اللي فاضلين. وهنا بيبادي بتوصل له رسالة ان سالت بصماتها موجودة في المكان اللي اتقتل فيه اورلوف، وبعد تفكير بيحاول يصدقها ويقول لها ان محدش هيصدق قصتها دي وان مفيش حل غير ان هي تقوم بيها بطريقة غير قانونية. وبيفك لها الكلبشات وبتنط في المية وهو بيعمل نفسه متفاجئ وبتهرب سالت. بعدها بفترة بنشوف في الأخبار بيقولوا إن الرئيس الأمريكي الجديد سافر لروسيا عشان يظبط العلاقات بعد اللي حصل، وهناك بيعلن إن كل العملاء من بينهم سالت ماتوا. وبيقول جملة خطيرة في خطابه إن هو اتيتم وهو صغير وأبوه وأمه ماتوا في حادثة في روسيا، وده معناه إن الرئيس الأمريكي الجديد جاسوس روسي. دي نهاية الفيلم، ما تنساش شير لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.